أهلا بيكم في عالم السينما. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب في القناة علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ الفيلم مع كارتر، بنت وحيدة عندها 16 سنة وعايشة مع والدها ميسن، وبيكون عندهم محل بيبيعوا فيه أدوات ومستلزمات الصيد. في يوم بيجي زميلها في المدرسة اسمه دوني، واللي هي معجبة بيه، وبيشتري شوية حاجات من المحل، بس كارتر ما بتاخدش منه فلوس وبتطلب منه يوصلها بعربيته للمدرسة. فعلا بتحضر شنطتها بسرعة وبتنزل تركب معاه، لكنها بتتفاجئ ان في بنتين من اصحابهم راكبين معاه وبيكونوا مش بيحبوا كارتر وبيسخروا من لبسها. من ضمنهم بنت اسمها تشيلسي، واللي بتكون جايبة فستانين معاها علشان تلبسهم في المدرسة وحطهم على الكرسي اللي المفروض كارتر تقعد عليه. تشيلسي بتمنعها من الركوب، فكارتر بتضطر تخلي والدها هو اللي يوصلها، وبعد ما بيوصلها بيجيله مكالمة شغل مهمة فبيمشي على طول. وفي مكان تاني بنروح للقصر الملكي وبنشوف الأميرة روزاليندا اللي قربت تتوج كملكة على بلدها كوستالونا، وبنعرف إن ميسن والد كارتر هو الضابط المسؤول عن حماية الأميرة. والدتها صوفيا بتكون قلقانة جدا عليها، خاصة بسبب تهديدات من الجنرال كين. ميسون بيطمنها وبيقول لها إنه هيحميها زي بنته. بيجي وقت التتويج وبيستعدوا عشان يعلنوا إن روزاليندا هتبقى الملكة، لكن فجأة بيظهر الجنرال كين وبيوقف الحفل بحجة إن الأميرة لسه صغيرة، وبيقول إنه عايز يبقى هو الملك وكمان يضم بلدها لمدينته ويبقى رئيس عليهم هما الاتنين. بيأمر الجنود إنهم يقبضوا على روزاليندا ويستولوا على المدينة. ميسون بيتدخل في اللحظة المناسبة وبينقذها، وبتطلب منه والدتها إنها تمشي معاه وتسمع كلامه لأنه الوحيد اللي تقدر تأمن له. وفعلا بياخدها وبيهرب بيها في طيارة خاصة وبيوديها لمكان سري تبع منظمة بتأمن الأميرات اللي في خطر. هناك بيقولوا لها إنهم عندهم برنامج لحماية 29 أميرة، وهيكون مطلوب منهم يغيروا شكلها ولبسها عشان محدش يتعرف عليها. لكن روزاليندا بتكون لسه مش واثقة وبتطلب تكلم ميسون لأنه الوحيد اللي بتطمن له. لما بيجي بتقوله إنها مش مرتاحة وعايزة ترجع لوالدتها، لكنه بيشرح لها إن الرجوع هيعرضها هي ومامتها للخطر وهيخلي الجنرال يقدر يقبض عليهم بسهولة. فعلا بيبدأوا يغيروا مظهرها وبيوصلها شعرها وبيبدلوا لبسها وبيسموها روزي بدل اسمها الحقيقي. بعدها بياخدها ميسون على بيته عشان تقعد هناك مؤقتا لحد ما يقرروا هيعملوا ايه. في الوقت ده كارتر بترجع من المدرسة وبتتفاجئ ان في بنت غريبة قاعدة في اوضتها، بتعترض على وجودها وبتزعق لوالدها لانه ما اخدش رأيها، لكنه بيقول لها انه مضطر يعمل كده لاسباب امنية وان روزي مش هتقعد كتير. كارتر بتروح لروزي وبتقول لها انهم هيتقسموا الأوضة وكل واحدة هتنام في ناحية. روزي بتكون مستغربة كل حاجة حواليها، حتى طريقة الأكل والشرب بتشوفها غريبة ومش مرتبة، وبتحاول تتأقلم على الوضع الجديد. وتاني يوم لما وصل أتوبيس المدرسة، كارتر خدت روزي معاها وقالت للي في الأتوبيس إنها بنت عمتها. في نفس الوقت ميسون اتواصل مع برنامج حماية الأميرات واطمن إن روزي في أمان. ولما البنتين وصلوا المدرسة شافهم إد زميلهم اللي بيصور كل حاجة، وقال لهم إنه ناوي يعمل فيلم وثائقي عن ملكة حفلة التخرج. روزي بدأت تتكلم معاه بحماس، بس كارتر لحقتها بسرعة وقالت لها إنها ممكن تكشف نفسها بكده ولازم تتصرف كأنها بنت عادية خالص وتنسى إنها أميرة. ولما دخلوا الفصل كارتر بدأت تتضايق من روزي، خاصة بعد ما لاحظت إن دوني اللي هي معجبة بيه مهتم بروزي. كمان المدرسة نفسها انبهرت بيها عشان بتتكلم لغات كتير بطلاقة. كارتر حست بالإحراج لما زميلهم قال إن بنت عمتها ممكن تكون ملكة الحفلة، وخرجت بسرعة وهي متضايقة، وروزي حاولت تلحقها. ولما رجعوا البيت حصلت خناقة، وكارتر اشتكت لباباها وقالت له إن روزي تصرفاتها غريبة ومش طبيعية. ميسون حاول يهديها وقال لها تديها شوية وقت. في نفس الليلة روزي قعدت تعيط لأنها افتكرت مامتها واشتقت ترجع ليها. ولما صحيوا الصبح روزي شافت كارتر وباباها واقفين بره، فقررت تفاجئهم وتطبخ لهم الغدا بنفسها. لما دخلوا البيت ميسون شكرها وكان معجب بالأكل، بس كارتر اتضايقت وقالت لها إنها ممكن تستمتع بيوم بسيط مش أكتر. روزي اتضايقت وسابتهم ودخلت أوضتها وكارتر لحقها،
روزي شرحت إنها مش مجرد أميرة متدلعة، وإن اللي حصل في بلدها حملها مسؤولية كبيرة، وجت هنا بس عشان تحمي مامتها اللي محبوسة. كارتر اتأثرت وعادتها إنهم يبدأوا صفحة جديدة. بعدها خرجوا سوا وراحوا يلعبوا بولينج مع زمايلهم، بس روزي لسه مش متعودة على الحاجات العادية، فخلت إيدي يجيب لها كذا جزمة لحد ما تلاقي المقاس المناسب لأنها مش عارفة مقاسها. كارتر بدأت تتضايق وهيدي افتكر إنها مش بتحب بنت عمتها. روزي لعبت وكسبت أكتر من مرة وكل زمايلهم انبهروا بيها، والبنات بدأوا يقلقوا من شعبيتها اللي بتزيد، خصوصا إن في احتمال تبقى ملكة الحفلة. ولما رجعوا البيت بالليل روزي سألت كارتر عن علاقتها بدوني، فكارتر أنكرت وقالت لها إنه مجرد زميل. روزي طلبت تروح معاها شغلها لكن كارتر رفضت وقالت لها تلاقي شغل بنفسها. روزي دورت على شغل واتفقت مع تشيلسي تشتغل في محل الآيس كريم بتاع باباها. تشيلسي وافقت بس كانت عايزة تحرجها قدام زمايلهم. في اليوم اللي بعده إيد كان بيصور كارتر عشان قرب ميعاد اختيار الملكة، بس كارتر قالت له إنها مش مهتمة ومش عايزة تبقى ملكة، وإنها شايفة إن شغل باباها أهم. سألت عن روزي وقال لها إيد إن تشيلسي مشغلاه في محل الآيس كريم، فجروا هما الاتنين علشان يلحقوها. ولما وصلوا لقوا زمايلهم هناك بيضحكوا وبيصوروها وهي مش عارفة تعمل إيه، وكل الآيس كريم واقع على الأرض. دوني حاول يوقف اللي بيحصل لكن تشيلسي كانت مستمتعة بالإهانة اللي روزي بتتعرض لها. كارتر دخلت بسرعة وساعدتها تقوم من على الأرض، وقالت لها إن تشيلسي ضحكت عليها وبعتت لكل زمايلهم عشان يجوا يتفرجوا عليها. روزي بتقرر إنها لازم تاخد حقها من تشيلسي، فبتروح لها وتزعق فيها وبتوقع الآيس كريم على راس الولد اللي بعتته يبوظ شغلها، والناس كلها بتضحك عليه. ومن بعد الموقف ده روزي وكارتر بيبقوا قريبين جدا من بعض وبتبدأ علاقتهم تتحسن. وبتيجي لحظة إعلان المدرسة عن اختيار ال3 مرشحات لملكة الحفلة، وبيتم اختيار تشيلسي وكارتر وروزي، وده بيزعل تشيلسي جدا لأنها كانت متوقعة إن هي وصاحبتها هيبقوا مع بعض، وكمان بتحس إن روزي بقت منافسة قوية ليها وممكن تكسب اللقب. بعدها دوني بيروح يطلب من روزي ترقص معاه في الحفلة، وده بيضايق كارتر جدا فبتسيبهم وبتمشي. وبتقرر روزي إنها ترفض طلب دوني علشان ما تزعلهاش لأنها عارفة إن كارتر معجبة بيه. وبعد كده روزي بتروح تتكلم مع كارتر اللي كانت حاسة إنها قليلة لأن محدش فكر يطلب منها ترقص خصوصا دوني، وبتقول روزي إنها هتساعدها وإن زي ما كارتر علمتها تعيش حياة عادية هي كمان هتوريها إزاي تبقى أميرة. وبتبدأ فعلا تساعدها وبياخدوا هدوم مش محتاجينها ويتبرعوا بيها ويجيبوا كتب أطفال ويلعبوا معاهم، وبعد كده يروحوا يشتروا فساتين علشان الحفلة. في نفس الوقت الجنرال كين بيقرر يعلن خطوبته على صوفيا والدة روزي علشان يضغط عليها ترجع ويقدر يبقى ملك على البلدين. بينشروا الخبر في المجلات وصاحبتهم في المدرسة بتشوفه بالصدفة، وبتكتشف ان روزي هي نفسها روزاليندا الأميرة الهاربة، فبتاخد المجلة وبتوريها لتشيلسي، وبيقرروا يروحوا بيت كارتر ويهددوها. بيقولوا لروزي انهم هيكشفوا سرها لو ما انسحبتش من المنافسة، وفعلا روزي بتوافق وبتاخد تشيلسي الفساتين اللي كانوا محضرينها وترميها. كارتر بتشوف الفساتين متبهدلة فبتدخل بسرعة الأوضة وبتوري روزي المجلة، وبتقول لها انها قررت ترجع بلدها علشان تنقذ والدتها. كارتر بتحاول تمنعها وبتقول لها انها لو عملت كده هتتسجن ومش هتقدر تساعد حد. وبتقرر كارتر تتحرك وتتصرف، فبتكلم مصمم الازياء بتاع روزي وبتشرح له الخطة اللي في دماغها، وبتطلب منه يبعت فستانين ويبلغ الجنرال كين ان روزي هتحضر الحفلة ويقول له على شكل الفستان اللي هتلبسه. بعدها كارتر بتتكلم مع روزي وبتقنعها تفضل معاه لحد يوم الحفلة، وبعدها تقدر تمشي لو حبت. وبتجمع البنات اللي محدش يعرفهم في المدرسة وتبدأ تعلمهم ازاي يكونوا أميرات علشان يشاركوا في الحفلة. وتاني يوم الفساتين بتوصل وكارتر بتقول لروزي ان المصمم بعتهم، وبيبدأوا يحضروا الحفلة وبيلبسوا ماسكات. أتوبيس المدرسة بيوصل الحفلة وبينزل منه مجموعة بنات لابسين زي الأميرات وبيخطفوا الأنظار من تشيلسي. وفي الحفلة دوني بيروح لكارتر وبيطلب منها ترقص معاه لكنها بترفض، وبتقول له انه قبل ما تلبس الفستان ما كانش بيبصلها وبتحرجه قدام الناس. روزي بتفرح باللي كارتر عملته وبتقول لها انها تستحق افضل منه. في نفس اللحظة الجنرال كين بيوصل الحفلة
وبيحاول يدور على روزي، وعلشان الكل لابس أقنعة بيدور على الفستان اللي اتقاله عليه. ولما بيلاقي البنت اللي لابساه بيطلب منها تمشي معاه علشان مفيش مشاكل تحصل، لكنه ما يعرفش ان دي كارتر مش روزي وهي اللي نفذت الخطة. وبعد شوية المدرسة بتعلن عن ملكة الحفلة وبيختاروا روزي، وبتطلع تشكر كارتر على كل اللي عملته معاها، وبتقول لها انها علمتها يعني ايه الصداقة. وبعد شوية روزي بتخرج بره الحفلة وبتلحقها تشيلسي، وبتقول لها انها كانت المفروض تاخد التاج وان الاتفاق كان غير كده، وبتزقها في المية. لكن روزي بترجع بسرعة وبتشوف الجنرال كين وهو بيخطف كارتر. روزي بتكشف نفسها وبتروح معاه، وبتقول لكارتر انها بوظت الخطة، لكن كارتر بترد عليها ان دي مشكلتها وهي اللي لازم تحلها. وقبل ما يركبوا الطيارة ميسون بيوصل مع فريق حماية الاميرات، وبيقبضوا على الجنرال كين بتهمة خطف بنت قاصر. روزي بتتفاجئ ان كارتر عملت كل ده علشانها، وبتشكرها وبتقول لها انها تستاهل تبقى اميرة بجد، وبتديها التاج. بس تشيلسي بتدخل وتاخده منها، وبيبقى ميسون زعلان من كارتر علشان خبت عليه، لكنها بتحاول تقنعه انها لو كانت استأذنته ما كانش هيوافق. وفي النهاية روزاليندا بترجع بلدها وبيتعمل لها تتويج كملكة على كوستا لونا، واصحابها بيكونوا معاها وفرحانين بيها. وبكده بيخلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو الملخص عجبك، واكتب لنا في التعليقات لو في افلام معينة عايزنا نلخصها. سلام.